اللي هيشدك أكتر هو التوافق العاطفي الحقيقي، مش مجرد الانجذاب السطحي. بس خلي بالك يا عذراء من الأيام اللي فيها توتر أو سوء فهم. الهدوء والتواصل هم سر نجاح أي علاقة. ابعد عن الدراما وحاول تبني على الثقة والاحترام المتبادل. السنة دي كمان فرصة لتعميق علاقتك بنفسك. هتعرف نقاط قوتك وضعفك عاطفيا، وتتعلم تتحكم في مشاعرك أكتر. لما تكون متزن داخليا العلاقة هتمشي معاك بسهولة أكبر وتديلك سعادة حقيقية. خلاصة الصعيد العاطفي يا عذراء، السنة دي محتاجة منك صبر وصراحة واهتمام بالتفاصيل الصغيرة. لو قدرت تعمل ده هتحس بإن حياتك العاطفية مليانة حب وتفاهم واستقرار أكتر من أي وقت فات. أما على الصعيد الصحي، السنة دي يا عذراء هتكون مهمة جدا لصحتك. هتحس بطاقة متجددة في جسمك وعقلك. ممكن تلاقي نفسك أكتر واعي